لا تندم أبدا على أي إنسان خرج من حياتك. تجربة اجتماعية، زواج، صديق، شخص مقرب لك، وهذا الإنسان يعني طيب خاطر طلع من حياتك، يمكن لأن أنت إنسان وفي، إنسان نظيف، إنسان راقي، يعني عملت حساب للعشرة، فتحس بنوع من الشعور بخيبة الأمل الكبيرة. لا لا لا، المفروض تكون سعيد لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاك ونجاك وانقذك من هذه التجربة المريرة، ووراك نموذج سيء من البشر، بأن الناس اللي ما يبين بعينهم المعروف، إنسان الحاقدين، الإنسان الملوثين، الإنسان اللي يمكن تكون عاشرتهم حياة اجتماعية أو شغلة، ولكن هؤلاء الناس لا يستحقون منك الجهد أو أن يكونوا جزء من حياتك. لا، أنت الآن بحالة تطهير كاملة، تطهير لما تبقى من عمرك. فحطها قاعدة أن أنت في نعمة ما بعدها نعمة، أن الله سبحانه وتعالى أبعد منك هؤلاء الناس، الناس اللي مع الأسف محسوبين على البشر لكن ما هم بشر، الناس غير طاهرين، ناس غير صادقين، الناس ملوثين. فاحمد ربك واشكره على أي تجربة تمر فيها، اجتماعية أو صداقة أو أي علاقة اجتماعية فشلت أو ناس خرجوا من حياتك. يعني ثق بالله بأن الله سبحانه وتعالى حبك وأبعد عنك هؤلاء الناس، وأنت الآن في حالة تطهير كالتوبة، كالتوبة تمام. أن الإنسان يستغفر رب العالمين. أنا أقول لك لا، أنا أقول لك أحمد ربك واشكره بأن أخرج هؤلاء الناس من حياتك، فأنت الآن في حالة طهر نفسي وروحي كاملة، بأن الله سبحانه وتعالى أبعد عنك هؤلاء الناس.